السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البنات اليوم إن شاء الله حندير لكم الشوربة فريك على طريقة العصينية التقليدية. هاد الوصفة تاع ماما ربي يحفظها لي. بسم الله. عندنا الخضرات 2 حبات قرعة، 2 حبات زرودية ولا 3، حبة بصل، حبة طماطيش كبيرة، وحشيش مقطفة ولا حشيش شوربة. عندنا توم. انا نستعملو نديرو غابي ولا مرحي ونخبيه نحتفظ به في الثلاجة مع الزيت. نديرو مغرفة كبيرة تاع طماطم مصبرة. بالنسبة للبسوس ولا الدهان نديرو اما زيت ولا زبدة ولا سمن، يمكنكم الخلط ما بيناتهم ولا استعملي المتوفر عندك. انا استعملت زيت وزبدة ونمرق حتى تتغطى الخضرة تاعنا. في الاول نحمسوا البصل. بالنسبة للنساء العاملات ولا اللي تحب تختصر الوقت، شخصيا انا نرحي البصل ونحتفظ به في الثلاجة كي نحتاج نكسر مرسو ونخدم به. نحط الدجاج ولا اللحم اللي عندي، اذا كان العظم تاع الرقبة ولا تاع الغنمي ولا البقري حيكون احسن بالنسبة للطعم. هنا ايضا بالنسبة للمرق كاين مرق الدجاج اللي نغلو الدجاج. انا كي نشري الدجاج نديرو في الكوكوطة مع الحميصة ونخليه يغلي حتى يطيب لي، وهداك المرق نطيب به تشيكن ستوك. هذا يخدموا به في لي ريستورون في المطاعم يعني كامل بصفة عامة والفنادق. هنا راح نخدم الحميص. نجيب الحار والفلفل الحلو والطوماطيش. هاد الطريقة تاع اللي موجود في لاكويزينيير، هذاك السيبور نحطو عليه ونشوفوه براحتنا. يخرج لي احسن من هذيك الشوايه لانه كان فيه لاسباس بزاف. نحطهم في كيس بلاستيكي باش ونغلق عليه باش تسهلنا التقشير تاع الفلفل الحلو والحار. طماطم ايضا اذا كانوا عندك سنينات تاعتهم حطيهم ايضا. بتقشير الفلفل ونضيف اللمسة الخاصة اللي تعطي ذوق مميز كتير اللي هي الزيتون الأخضر. وإذا كان عندك الفلفل المرقد بطبيعة الحال يعطي زيت ولا أروع، ومع زيت الزيتونة تكمل البنة. ونرحي بالخلاط الكهربائي، يعني إذا كان حبيتي تخليهم دي مخصو ترحيهم في الخلاط ماشي اليدوي وتتحصلي تتحكمي في كمية الخلط، تخليهم شو حاكمين روحهم. انا الحميص تاعي حبيتو جاري تاع التغماس. يقدم كطبق جانبي يعني صلصة جانبية مع الشوربة تاعنا. يجي الله الله وريحة شوا. واش نقولكم، شوية ملح بطبيعة الحال. بالنسبة للفريك
ديري نصف فنجان. كيفاش تحسبي؟ زوج مغارف كبار تاع الفريك لكل شخص، يعني في كل بول زوج مغارف في كل بول. اذا حبيت خلطي كيلو فريك مع زوج كيلات مرمز في الساشي تاعك ولا في العلبة اللي تحتفظي بها، باش هكذا يجيك الشربة تاعك منها شربة مرمز منها شربة فريك. والدور تاع المرمز انه يخفف لنا من الشربة، ما تجيش ثقيلة على المعدة وما تسببلكش عسر الهضم، يعني تجي خفيفة وفيها فوائد بطبيعة الحال. هنا نروح نشل الفريك ديالي. وكيفاش تعرفي الفريك الاصلي اللي هو تاع الصيف من الفريك المغشوش؟ انه كي تغسلي هاد الاخير تلقايه محافظ على اللون ديالو، ما تشريحش اللي يكون فيغ بيستاش يبرق براقي. هنا كي تغسليه يروح اللون تاعو، هذاك راهو ملون ما راهوش اصلي. كي نمرق وتغلي نحب نعقد المرقه تاعي، ندير يا اما نصف حبه ليمونه عصير واما ملعقه تاع الخل. انا عندي ربع حشيش شربه ولا حشيش مقطفه، عندي حبه تاع حار، نكون فتحتها نصفين حتى يمكن استخراج اللي فيها المركز تاع الحار. هنا بعد ما وجدت الحميص ديالي يجي روعة، سورتو بالبنة تاع الفلفل مرقد والزيتون يجي روعة. هنا نحيت الدجاج ديالي وفتتو دي مغسو قطع تاع الشربة، التوابل راس الحانوت، البابريكا او الفلفل العكري الحار، والقزبر اللي هي الكزبرة. كاين توابل خاصة بالشربة، اذا كنت عندك توابل من النوعية الجيدة ما يهمش، الصح في الدوزين. كي تدبلي البصل تاعك ملح رايح يمدلك بنة تاع الحلاوة، تكون المكونات كلها فريشكة والخضرة جديدة، حيعطيك ذوق مميز. واكيد الفريك حيلعب دور، تولي الشربة تاعك شريبة تاعك يشموها يعني من في الحومة كامل. انا نلوح الربطة تاع حشيش شربة او الكزبرة الطازجة تاعي. انا كي كملت شويت، انا دايما نغسل الفوغ ولا نغسل الماعن تاوعي وما سخونين. علاش؟ باش تسهل لي باش تتنقى لي لا كويزينير تولي تشعل شعل. يزيس ديريلو ملعقه تاع خل، هذا يعطي لك لمعان للإينوكس ديالك وللأواني ديالك بصفة عامة، ويسهل عليك الشغل. كنا على بالنا باللي في شهر رمضان راح تكون تصفية الجسم من الشوائب والسموم، وهذا الشيء يكون مرهق. والربة البيت لازم تعرف كيفاش تجيغي وقتها وتدير الحاجة اللي تسهل عليها المهمة. يعني كي تخليهم يقعدوا اكيد راح يلصقولك ويجوك صعاب بزاف بزاف باش كي تجي تنقي. بعد ما تنقي دنيتك تولي تشعل، اللمسة الأخيرة اللي يديروها في الفنادق هي توجور ينشفوا بالشيفونة الناشفة. علاش؟ باش يقعد لك هذاك اللمعان وهذاك البريق في الأواني ولا في الأشياء الإينوكس المعدنية اللي أغسلتيها، يقعد توجور هذاك البريق الشباب وتبان دنيتك نظيفة. الله الله، ويقول عليك رجلك وعجوزتك نقية.
هنا نقولوا الشوربة ديالنا راهي غلات. كنا رحين الخضرة تاعنا. الآن نديرو الفريك ديالنا. يعني جست في الغلاية نولوحو الحبة تاع الحار المفتوحة تاعنا باش تطلق البنة هذيك شوية حارة. انا راجلي ما يحبش الحار بزاف، ما اذا تحبوا ديروا حبة تاع فلفل قناوة، هذاك اللي يجي حمر وصغير صغير ومحاينه كبار، راح يعطي ذوق حار لعشاق الطعم الحار. هنا نديرو عصرة تاع ليمون، بإمكانك الاستغناء عليها. ومهم جدا النعناع المجفف في الآخر تحطين هكايا كمية صغيرة فقط، رشة كما نقولوا، باش يعطيك هذاك الشباب مع الاخر. انا توجور كالعادة والعوايد تكوني شاطرة ونقية، وكملي اغسلي الكويزينير ديالك ولا كوكوت ديالك، غير تكملي حطي الشوربة في يعني سوبيير تاع التقديم، ووصلي لا كوكوت ولا ديريها تتشمخ. وهنا شربت تاعنا الله الله عليها، تاكلوها بالصحة والراحة. فعلا هاد الوصفة الأصلية عندها قو بزاف بزاف شباب، والبنة تاعها لو كان تجيب اللحم الغنمي ولا البقري ولا فقط وش يسموه العظم اللي فيه نخاع العظم، هذاك راح يعطي بنة خرافية تاع العرس. علشان الشوربة تاع العرس تجي بنينة يكون فيها ليدام بزاف، ليدام تاع الغنمي ولا البقري، راح يعطي لها هذيك البنة